بات من الضروري أن تتضافر كل الجهود من أجل تنشيط السياحة والاستثمار والصناعة والاقتصاد في مصرنا المحروس. تعالوا بينا مشاهدينا الكرام نعيش معكم حلقة جديدة وبرنامجنا سحر الوادي. مشاهدينا الكرام في كل مكان، ما زلنا معكم في احتفاليه اتحاد مستثمرات العرب باليوبيل الفضي 25 عاما من الانجازات اللي تحققها هذا الكيان الاقتصادي، اكبر تكتل اقتصادي موجود على ارض مصر من كل انحاء العالم تقريبا. يعني طبعا كوريا الجنوبيه تعتبر من الدول الرائده في مجالات كثيره جدا، وايضا من الدول اللي هي حريصه على المشاركه في كل الملتقيات الاقتصاديه الخاصه بمصر. ربما نكون التقينا بهم في سنوات سابقه وكان اول مره، ولكن عندهم كثير ممكن يقدموه لمصر ويحصل نوع من التبادل التجاري والزراعي والاقتصادي والصناعي في مجالات متنوعه. تعالوا بينا النهارده واحنا في هذا المؤتمر نشوف برضه هل في اختلاف الجديد، وخاصه بيبقى في اعضاء جدد موجودين. هيكون معانا الاستاذه مروه هتساعدنا في الترجمه ان شاء الله، لكن خلينا نتكلم نبدا بيوركم سيرو مستر كان. nice to meet you. اوكي. جميل. خلينا كده في البدايه، يعني هم كانوا موجودين السنه اللي كان اول زياره ليهم العام الماضي. اوكي. ايه اختلاف السنه دي عن العام الماضي؟ والحوافز اللي بيقدموها هذا العام للمستثمرين عشان خاطر يوطدوا العلاقات البينيه. 그러면은 작년에 올해 회의란 어떻게 다른 건지, 그리고 한국인 투자자에게 주시는 기기는 무엇인지 알고 싶습니다. 작년에 비해서 우리 호다야사 AWIU 팀이 준비를 대단히 잘해서 훨씬 발전됐습니다. تطور جدا التحضير للمؤتمر السنه دي عن السنه اللي فاتت برعايه الاستاذه الدكتوره هدى يسان. تمام. طب السنه دي هل في تعاون يعني في مجالات مختلفه؟ 그러면은 올해도 한국하고 이집트 간의 협력 관계는 어떻게 발전되어 있을 건지 물어보는. 우리 한국하고 이집트 발전 관계는 이미 작년에도 우리 하나의 K9 자주포, 그리고 원자력 발전소, 그리고 그거 외에도 삼성, 그 다음에 여기 두산 이런 대규모 업체들이 많이 들어와서 가장 활발한 그런 협력 관계를 유지하고 있습니다. مصر وكوريا في بينهم علاقات كتيرة جدا، وفي شركات كورية كتيرة هنا بتعمل هنا في مصر. ففي شركات كتير قوي دخلت هنا السوق المصري، وبالفعل ابتدت شغل من السنه اللي فاتت. اتكلمي عن الوفد السنه دي، هل اختلف عن العام الماضي؟ نفس اعضائه، هل في زياده؟ 이번에 한국 방문단이 하고 작년에 한국 방문단 어떻게 다를 건지, 그 방문단 인원이라든지 아니면은 그 어떤 그 기업의 활동을 하고 있는지 작년이랑 어떻게 달라요? 작년과 달리 금년 한국 방문단은 우선 메디칼 투어리즘, 의료관광을 통해서 우리 이집트를 의료관광 아랍 아프리카 칸츄의 중심으로 삼켜서 의료관광을 할 수 있는 분야를 협력하고 있고, 특히 더 중요한 것은 우리가 요새 알다시피 한국의 한류가
전 세계로 확산하고 있는데 아랍 아프리카만 아직도 못했어요. 그래서 이번에 한류를 K-팝, K-드라마, K-아트 등 이런 한류를 전파할 수 있는 그런 팀이 와서 우리가 이집트를 중심으로 해서 아랍 아프리카에 같이 한번 윈윈을 할 수 있는 그런 노력을 하기로 여기 왔습니다. السنة دي الوفد اللي جه السنة دي عبارة عن وفد بيقوم بالسياحة العلاجية الميديكال توريزم، ووفد برضو المسؤول عن الكيبوب اللي هي الموسيقى والدراما والأفلام الكورية، والحاجة الثالثة اللي هم جايين يعملوا ليها دعاية الديجيتال برينتينج أو الكي آرت. فدول هم جايين السنة دي علشان يحاولوا يعملوا نشر للمحتوى الكوري أو المحتوى الثقافي الكوري، لأن هو لسه مش منتشر قوي هنا في مصر، فهم عايزين يعملوا له دعاية وينشروا هنا في مصر بما إنها يعني هي السنتر للدول الأفريقية وعربية. تمام. طب نبدا بقى طالما في سياحه علاجيه او المنوطين بالسياحه العلاجيه، نبدا مين فيهم من العسل؟ 이리오 관광에 대해 얘기할 거면 대표님. 내가 다시 한번 얘기할게. 의료관 막 저기 K-팝에 대해서 다시 한번 얘기한다면 الأول عن الكيبوب. 우리 이집트는 관광이 가장 중요한 나라가 발전하기 위한 그런 수단 중에 하나인데 지금 코로나 때문에 그동안 관광이 많이 침체가 되었습니다. هو بيتكلم ان كوريا عدد السياح الكوريين الجنوبيين اللي كانوا بيجوا في مصر كان عدد كبير جدا، بس طبعا بسبب أزمة كورونا يعني عدد السياح دلوقتي قل. 그래서 우리 K-팝과 같은 이런 팀들이 여기 와서 공연을 하게 되면 주위에 있는 아프리카에 있는 많은 젊은이들이 이집트로 오기 때문에 관광에도 큰 활성화가 될 것입니다. فعن طريق الكيبوب الكوري المسلسلات والدراما الكوري، لو مثلا احنا مثلا صورنا مسلسلات او دراما كوري هنا في مصر، المسلسلات والدراما الكوري شائعه جدا في دول كتيره في العالم، فاحنا لو صورناها هنا في اماكن سياحيه مصريه ده هيعمل دعايه وترويج للاماكن السياحيه، فبالتالي ده هيقدر يعمل زي تسويق للسياحه هنا في مصر. يعني هم بيستخدموا الكيبوب او الدراما الكوريه في محاولتهم لتنشيط السياحه. ناخد فكره برضه عن السياحه العلاجيه في كوريا وازاي، وهل هي مختلفه عن دول اخرى كتير ربما تشتهر بنفس المجال؟ 의료 관광에 대해 한국 의료 관광에 대해 좀 소개하고 다른 나라 의료 관광하고 어떻게 다른 건지. 네, 한국은 뭐 아시다시피 굉장히 발전된 의료 기술을 가지고 있습니다. 그리고 كوريا طبعا معروف انها بتمتلك احدث وسائل العلاج في العالم. 그리고 아주 좋은 의료 시설을 갖추고 있습니다. وبتمتلك فاسيلتيز مهمه او فاسيلتيز حديثه للعلاج. 지금까지는 중국, 아시아 지역의 환자들이 주로 왔는데 앞으로는 이쪽 아랍 지역과 아프리카 지역의 환자들이 오기를 기대하고 있습니다. حتى الآن يعني كان مرضى كتير سواء من الصين أو من دول شرق آسيا بيجوا للعلاج في كوريا، بس هم دلوقتي بيتطلعوا يعني إن يجذبوا أكبر عدد من المرضى إلى من خلال مصر إلى كوريا، سواء بقى مرضى دول عربية أو دول أفريقية. يعني نقدر نقول مصر البوابة، بيعتبروها البوابة الرئيسية لجذب أو مزيد من المرضى أيا كان من دول مختلفة. 그래서 이집트는 아랍 국가 환자라든지 아프리카 국가라든지 이집트를 통해서 들어갈 수 있다는 이집트는 문이라고 생각하시는 네, 그렇게 생각하고 있습니다. فعلا هم شايفين ان مصر هي بوابه لدخول المرضى سواء من كوريا من دول عربيه او من دول افريقيه. اخذ انطباعات بقيه الوفد. اولا يور نيم بليز. 이름? 닥터 조입니다. 조승국입니다. 조승국. خلينا نتكلم عن انطباعاته عن هل اول مره يجي المؤتمر. 이집트에 처음에 오시는 건지. 네, 아프리카에 처음입니다. دي اول زياره لافريقيا بشكل عام. افريقيا. طب نتكلم في مصر بقى. انطباعاته؟ 이집트에 오실 때는 어떤 인상을 가졌는지 이집트에 너무나 놀랐습니다. متفاجئ جدا بمصر، متفاجئ جدا. متفاجئ بايه بقى؟ 사막에 아무 식물도 없는 사막에 갑자기 나일강이 흐르면서 주변에 이렇게 다 풀밭이 되고 너무 비옥한 농경지가 되는 모습을 보고서 정말 많이 놀랐습니다. هو تفاجأ جدا بان الصحراء المصرية الممتدة الشاسعة دي بيخترقها وادي النيل، وبنقدر نستصلح أراضي ونعمل مشاريع زراعية كتير. هو تفاجأ قوي بالمظهر الجميل ده. فكره اقتصادي برضه. بالظبط. 그래서 경제적인 생각을 가지고 계시는 거죠. 그냥 농사라든지 사막이라든지 나일강이라든지. 그래서 이집트의 경제에 대해 생각하시는. 이집트는
이집트는 고대 문명 기원지이기도 하고 나일강을 봤을 때 되게 저력이 있는 인구도 많고 저력 있는 나라라고 생각합니다. 그래서 네. هو شايف ان مصر يعني دولة ذات حضارة قديمة وبيخترقها وادي النيل فهو شايف انها دولة اوريدي متقدمة. جميل. نتكلم برضه عن طباعاته. هل اول مرة يزور مصر؟ انا حاسس اني شفته السنة اللي فاتت. 이집트에 처음 오시는 건지 물어보시는 거예요. 예, 처음 왔습니다. أول مرة لي هنا في مصر. تمام. كان وفد العام الماضي كان برضه كان كبير يعني. 작년에 يمكن مستر كان 방문단이 엄청 오신 분이 엄청 많았다고 하는 거예요. 그러나 올해는 더 좋은 사람들이 와서 한국을 홍보하고 또 이집트에 대해서 또 우리 많은 걸 배워가지고 또 한국에 돌아갈 것입니다. هو بيتكلم بس الوفد السنة دي يعني وفد أفضل من حيث النشاطات اللي موجودة وهيعرفوا كتير معلومات عن مصر ويبتدوا برضو ينقلوها ويعملوا لها دعاية هناك في كوريا. يعني في في منتج اكتر مع حوافز استثماريه اكتر. بالظبط كده. تمام. برضو هنا نتعرف على ده. يورنين انطباعاتها برضه اول مره تيجي مصر. 그리고 이집트에 처음 오시는 거예요? 네, 처음 왔습니다. 그런데 اول مره مش كده؟ يبقى كلهم كذا فيرست تايم فيزيت ايجيبت. يس. 이집트에 처음 왔지만 저는 원래 이집트 친구들이 많습니다. 한국에 이집트 사람들이 와 있는데 제가 수년 동안 같이 친구가 되었고 그래서 지금도 카이로에서 이집트 친구를 만났습니다. هي بتتكلم ان ليها اصدقاء. هي اول مره ليها هنا في مصر بس هي ليها اصدقاء مصريين كانوا بتتواصل معاهم كتير هناك في كوريا وجت هنا مصر وقابلتهم فهي مبسوطه جدا. ده جميل. يبقى المعرفه يعني سابقه قبل الزياره بنفسها. 그래서 이집트에 오시기 전에 이미 이집트 친구가 있으니까 이집트에 대한 정보는 이미 알고 계시고 오신 건가요? 네. 저는 이집트 역사와 문화에 대해서 관심이 아주 많습니다. 이집트는 원래 아주 대단히 유명한 문명 국가였기 때문에 앞으로 21세기의 새로운 주인공이 될 것으로 확신합니다. هي عندها اهتمام كبير قوي بالتاريخ والثقافة المصرية وإن مصر دولة ذات حضارة عريقة يعني فهي مؤمنة جدا إن في القرن ال21 مصر هتبقى هي البطلة بتاعة القرن ال21. جميل. أنا عرفت إن هم يعملوا حاجة عن دراما. صح كده؟ هم جايين عشان ينشروا الدراما الكورية ومن خلال الدراما مثلا يصوروا في أماكن سياحية هنا. جميل. أنا بقى لو حب تتكلم عن مصر في الدراما الكورية أتكلم عنها إزاي؟ 만약에 그 한국 드라마를 통해서 이집트에 대해 얘기할 거면 어떻게 얘기하실 건지 이집트에 대한 표현할 거면 드라마를 통해서. 지금 대한민국 K 드라마가 세계적으로 유명합니다. 저는 그 이집트 그 카이로가 아랍의 미디어 중심지라는 것도 알고 있습니다. 그 아랍에서 성공하려면 카이로에 와서 방송에 출연해야 성공할 수 있다고 들었습니다. 그 한국의 방송과 아랍의 그 이집트의 TV하고 같이 방송과 협연을 하면 굉장히 성공할 것으로 믿습니다. هي بتقول ان هي بتعرف ان في القاهره في الميديا سيتي اللي هي فهي شايفه ان هو عن طريق ان القنوات الاعلاميه الكوريه تتفق مع القنوات الاعلاميه المصريه ويعملوا زي تعاون مشترك ولو صوروا مثلا اي عمل فني في مصر هي متاكده ومؤمنه ان هو هيكلل بالنجاح الكبير. 이집트에는 처음입니다. 제가 이집트에 오기 전에는 많은 상식이 없었는데 오기 위해서 다소간의 역사와 또한 문화를 살펴봤습니다. 그리고 요즘에 현재 겪고 있는 경제난도 살펴봤습니다. هو بيتكلم هو ما كانش عنده قوي معرفة كبيرة عن مصر بس هو قبل ما يجي هنا حاول يقرأ شوية عن المعلومات عن تاريخ مصر وعن الوضع الاقتصادي يعني اللي هي بتمر بيه وبقى عنده معرفة عنها. 우선 그 거대한 문화에 잠시지만 많이 놀랬고 짧은 시간이지만 그다음에 또 하나는 모든 분들이 그 현재 처해 있는 코로나 팬덤을 피해서 경제에 대한 극복하려고 하는 노력이 몸으로 느껴지는 것 같습니다. هو بيقول ان هو يعني تفاجأ جدا يعني لما جه هنا مصر انها كان مختلفة شوية عن تفكيره يعني من ناحية التطور والنهضة الاقتصادية وشاف قد ايه ان احنا بنسعى ان احنا يعني نتخلص من اثار ازمة كورونا ولمس ده بشكل فعلي.
نقول بقى لما يرجعوا ان شاء الله هل تم في حصل طبعا في بي تو بي في هنا موجود في المؤتمر، هل تم اتفاقيات فعلا تم على ارض الواقع ولا لسه؟ 혹시 지금 한국하고 이집트 간에 실제적으로 시행된 뭐 MOU라든지 합의라든지 실제로 시행됐는지 아직인지. 예, 저희가 AWIU하고 지금 메디칼 부분은 지금 MOU를 맺고요. 네, 실계약을 앞두고 있습니다. 이번에 회의가 끝나고 실계약이 이루어지고 저희가 지금 요즘에 조금 전에 저희 회장님이 소개한 컨텐츠 사업, 미디어 사업, K-팝 드라마, 또 신기술을 위한 테크놀로지 이 부분을 갖고 다시 할 것입니다. 이때는 좀 더 구체적이고 이집트와 함께 공유할 수 있는 그런 문화교류 또는 경제 발전을 같이 할 생각입니다. حاليا حتى الآن بيوقعوا اتفاقيات تفاهم مع الاتحاد المستثمرات العرب، والفعل هيبتدوا بعد كده يعملوا العقد التنفيذي بقى اللي بعد كده. والمرة دي برضو بيسعوا ان هم يعملوا زي نشر بقى زي ما قلت لحضرتك عن صناعة المحتوى الكوري والميديا الكورية، وبعد كده هيبتدوا يعملوا بقى اتفاقيات بقى فعلية وتدخل حيز التنفيذ ان شاء الله. هيبقى في جولة سياحية ليهم بعيد عن الأقصر، خاصة انهم اول مرة يزوروا مصر. ده سؤال أخير. 그리고 마지막 질문인데 룩소는 말고 혹시 다른 도시 이집트에 있는 다른 도시를 구경할 건지 관광할 건지 물어보는 거예요. 이번에 저는 이미 알렉산드로 갔다 왔고 포츠사이드, 후르가다, 후르가다, 아스완 거의 모든 데를 다 다녀왔는데 아직도 갈 데가 많이 있습니다. بالنسبه لمستر كانج يعني هو لف كتير قوي في مصر، بورسعيد، الغردقه. هو مش اول مره. مستر كانج الوحيد اللي مش اول مره هنا في مصر، فهو لف كتير. بورسعيد، الاسكندريه، الغردقه، لف كتير وشايف انه لسه في حاجات كتير قوي هيشوفها في مصر. بالنسبه لاعضاء الفريق بقى، اعضاء الوفد، هل هي في فرصه ان هم يعملوا زيارات سياحيه؟ 그러면은 그 한국 대표단은 그 룩소 말고 이집트의 다른 도시를 구경할 수 있는 시간이 있는지. 우리 카이로 피라미드하고 박물관하고 나일강을 구경할 수 있을 겁니다. بالنسبة للوقت بتاع الوفد هم وقتهم ضيق بس عندهم وقت يزوروا طبعا القاهرة، الأهرامات وبالهول والمتحف وطبعا نهر النيل. أنا سعيد جدا بحضراتكم. ترجموا لا ما تهيش خليك زي ما انت كده برضه ماشي. وإن شاء الله تكون اتفاقيات خاصة علاقات على المستوى السياسي بين كوريا ومصر علاقات قوية جدا، فده بينعكس على كل الأصعدة، التجارة والصناعة والاستثمار السياحي. إن شاء الله نشوفكم على خير إن شاء الله في العام القادم في نفس المكان إن شاء الله كده في مكان آخر. ترجمة. 이건 그 이집트하고 그 한국 간에 특히 전시적 분야에서 좋은 관계를 가지고 있기 때문에 이런 관계는 다른 분야에 영향을 줄 거라고 믿고 있습니다. 그래서 이번 회의에 참석해줘서 고맙고 내년에도 볼 수 있으면 좋겠다고 합니다. مشاهدينا الكرام في كل مكان، ما زلنا معكم نعيش فعاليات اليوبيل الفضي لاتحاد المستثمرات العرب والمؤتمر الدولي الخاص بالاستثمار العربي الافريقي والتعاون الدولي وبين قوسين المجتمع المدني والتنميه المستدامه. مهم جدا وخاصه ان سياده الرئيس اعلن ان عام 22 هو عام المجتمع المدني. المجتمع المدني هو يعني زي ما دايما بنقول هو عصب الحياه في كل المجتمعات، فبالتالي بيلعب دور كبير جدا في شتى مناحي الحياه، وخاصه اذا كان في مجال الاستثمار. طبعا هناك
هناك الكثير من جمعيات المستثمرين الموجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه بتلعب دور كبير جدا في هذا المجال، خاصه بتبقى تجمع للمستثمرين كل نطاق جغرافي مختلف في مصرنا المحروسه، منها جمعيه مستثمري العاشر من رمضان. معنا احد اعضائها البارزين السيد الاستاذ علي امين دعبس. برحب بحضرتك معايا. اهلا بحضرتك استاذ عاطف، واهلا بقناه الصعيد، واهلا بالناس المحترمه اللي متعودين ان احنا نشوفكم دايما في الخير ان شاء الله. واحنا متعودين، اصبحنا جزء بصراحه من هذا الكيان الجميل، وخاصه ان احنا لما بنشوف هذا المؤتمر وهذا الكيان ان هو بيجمع شخصيات بارزه ليس فقط في مصر وانما على مستوى الوطن العربي ويمتد لاسيا وافريقيا واوروبا، فبالتالي بيشعر ان مصر اولا بخير، ان هي بيلتقى على ارضها هذا الكم من الساده الضيوف. الحاجه الثانيه بنتكلم في اقتصاد، بنتكلم في الصناعه، بنتكلم في تنوع مختلف في مجال الصناعات في مصر والاستثمار ايضا. استاذ علي، كلمنا كده النهارده عن اولا مشاركه حضرتك النهارده، اولا كحضرتك كاحد اعضاء البارزين في جمعيه مستثمري العاشر من رمضان لهذا الكيان والتكتل الاقتصادي الكبير. والله حضرتك يا عاطف زي ما حضرتك قلت فعلا احنا في المجتمع المدني زي ما سياده الرئيس قال في المجتمع المدني، العام ده عام المجتمع المدني فعلا. الدوله بتساعد في المؤتمر النهارده، ان انت حضرتك شايف كل الدول مشاركه. كان الاول مثلا المؤتمر العام الماضي كان في بعض الدول الافريقيه وبعض الدول العربيه، السنه دي في دول اوروبيه موجوده في المؤتمر، فده يوحي او يبشر بالخير ان شاء الله. وبعدين بسم الله ما شاء الله، يعني احنا عندنا الامكانيات ان احنا نعمل حاجه زي كده. عندنا الطرق والدنيا اتغيرت، والدنيا بقى التحتيه والمشروعات اللي تأهل في والمدن الجديده زادت، فتأهل ان احنا نعمل حاجه زي كده في بلدنا. وسياده الرئيس بيدينا باور في حاجه زي كده، ان احنا نكون حاجه كبيره في الاستثمار بالذات. كيف ترى مرور 25 عام على اتحاد المستثمرات العرب ونجاحاته المتزايده؟ والله اتحاد المستثمرات العرب يمكن من انشط الاتحادات اللي انا شفتها هنا في مصر. يعني ازاي انه بيسعى ان دايما ينظم الحدث ده كل سنه، حريص عليه. وازاي ان تحت مسمى الاستثمار العربي الافريقي ده في حد ذاته حضرتك ان ده نافذه. احنا حضرتك النهارده احنا في الاقصر، والعام الماضي كنا في الغردقه. صحيح. معنى كده حضرتك ان بلدنا تختار الاماكن الصح، الاماكن اللي بتظهر بلدنا فيها للناس، عشان تعرف ان بلدنا ديت تاريخ وحضاره. وطبعا حضرتك عارف ان هي سبب وداعم للسياحه. النهارده الاقصر، انا مصري اول مره حضرتك اكون متواجد في الاقصر، يبقى اذا المؤتمر فادني. طيب حضرتك بالنسبه للاجانب، الناس اللي موجوده معانا في المؤتمر، اكيد الناس دي طبعا بتستفاد وعرفت ان الاقصر دي في بلد في مصر مليانه بالنعم، بالطبيعه الجميله اللي احنا شايفينها دي حضرتك. مصر يعني قطعت شوط كبير جدا في مجال تهيئه مناخ جذب الاستثمار بشكل موسع، من خلال اولا مشروعات ضخمه، ومن خلال تشريعات صناعيه مهمه جدا. كل ده بيجذب الاستثمار. حضرتك شايف النقطه دي ازاي كجمعيه مستثمرين منوطه بهذا؟ حضرتك في عوامل مرتبطه ببعض. البنيه التحتيه مرتبطه بالبيئه المناسبه لحاجه زي كده بدعم الدوله، وفي نفس الوقت ده مرتبط بالسياحه. ما عشان تسمي استثمار يبقى استثمار بكل شيء. حضرتك موجود معانا وفود، الوفود ديت من دول، الناس ديت جايه هتروح تتكلم عن مصر كويس، هتكلم عن اللي شافته، هتكلم عن الاقصر مثلا. حضرتك السنه العام الماضي كنا نفس مش كنا العدد ده، العدد زاد السنه دي. يبقى اذا احنا بنعمل جذب للسياحه. المدن الجديده كلها بتهتم بالمشاريع. جمعيه المستثمرين مثلا بتهتم باي مشاكل واي معوقات تعوق عمليه الصناعه، يبقى كلها كمنظومه. ولكن احنا من وجهه نظر انا الشخصيه ان احنا عاوزين كل حاجه، دايما عاوزين السهل، ما حدش فينا عاوز يتعب. يعني حضرتك احنا عملنا الطرق، عاوزين ناخد نفسنا كده ونعمل الجديد، نبدع في الجديد. الناس كلها مستعجله، يعني الناس انت عاوز ايه؟ يعني انت عاوز كل حاجه تتعمل مش في يوم وليله. هنعمل كل الحاجات دي. نساعد، نبدا نسعى ان احنا نعمل حاجه زي كده. دور جمعيات المستثمرين استاذ علي
بشكل عام يعني. والله يا جمعيه المستثمرين هتكلم يعني هطلع منها على حاجه خاصه بحضرتك. والله حضرتك جمعيه المستثمرين بتزيل المعوقات اللي بتقابل الصناعيين اللي موجودين في المدينه. تزيل بالله. تزيل. اي مشكله في كهرباء، اي مشكله في ضرائب، في اي شيء، تبدا تجيب الناس وتقعد الناس مع بعضها وتبدا توصل لموضوع وحل يرضي الاطراف. وده يمكن وجود اللي هو كبير مثلا حد يحل اي مشاكل او امر زي كده. طبعا 10 رمضان اولا من بكوره اقدم مدينه صناعيه. اقدم مدينه صناعيه، فبالتالي اتصور انتوا لكم باع طويل جدا في هذا المجال. والله حضرتك يا استاذ عاطف، العاشر من رمضان هي اكبر عدد مصانع ومستثمرين موجودين في مصر موجود في العاشر من رمضان. وحضرتك مكانها استراتيجي يمكن والمكان مكان استراتيجي. والفتره السنتين اللي عدوا اللي مروا بمصر بقى في مدن صناعيه جديده، بقى في اماكن جديده متواجدين وبينافسوا العاشر من رمضان دلوقتي في السوق. يعني كسوق المستثمرين نسبه الاقبال عليها زادت. حضرتك مدينه بدر من 4-5 سنين غير النهارده. أكيد. اختلفت تماما النهارده. فده الفن يدل ان وجود بلدنا فيها خير. احنا شايفين خير، انا عن نفسي شايف فيها خير، شايف ان بلدنا بتتقدم، شايف ان سياده الرئيس ربنا يخليه لنا طبعا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الراجل تركيزه على الصناعه، مركز على الصناعه. ده اللي انا لمسه، اللي انا شفته. مثلا هو مركز في حاجات تانية الله يعينه، ولكن انا بالنسبه للصناعه انا شايفه مركز بيحاول يزيل المعوقات اللي بتعوق الصناعه. ف يعني احنا كنا في احنا بصراحه هي بس ناقص ان احنا نكون عمليين اكتر من كده. ان شاء الله. شكرا لحضرتك وكل التوفيق للاستاذ علي امين دعبس جمعيه مستثمرين العاشر من رمضان. التقينا في محافظات في الغردقه والنهارده بنلتقي في الاقصر يا رب، واحنا بنحتفل بال 25 سنه لليوبيل الفضي. نلتقي كثير لان ده في النهايه بيدي يعني بشره امل احنا بلدنا بخير. والله يا حضرتك اللقاء وزياده العدد تبشر بالخير. بلدنا بلد خير وان شاء الله الخير جاي. خلونا كده نقترب اكثر من الخبرات السابقه في مجال الهيئه العامه للاستعلامات ودورها. طبعا الهيئه العامه للاستعلامات دورها كبير جدا في التوعيه داخل جمهوريه مصر العربيه في على مستوى كل الاصعده. معنا السيد الاستاذ محمود نجم الدين المدير العام السابق للهيئه للاستعلامات في الاقصر وقنا واسوان. برحب بسيادتك. اهلا وسهلا واهلا بقناه السابعه واهلا بالتلفزيون المصري واهلا بكم في ارض الاقصر ارض الحضاره والتاريخ. نتكلم عن يعني وجود حضرتك في هذا المؤتمر الهام جدا، وخاصة مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب أصبح نافذة هامة جدا أولا في الاقتصاد والسياحة والاستثمار. حقيقة المؤتمر المستثمرات العرب ده بينعقد كل 3 سنين، والنهاردة اليوم الثالث في المؤتمر بيعمل حالة من الرواج السياحي والاقتصادي في مصر وخاصة في هذه الحقبة التاريخية. المؤتمر فيه وفود كتير من عرب وأفارقة ومصريين ومستثمرين ومستثمرات. حقيقة أنا شايف رواج كبير سياحي في الأقصر من خلال هذا المؤتمر بيأكد على عمق العلاقة القوية بين الشعوب العربية والأفريقية والمصرية. هذا بيدل على أن ده الدولة المصرية دولة قوية برأسها السيد عبد الفتاح السيسي رئيس، استطاع أن ينقل مصر نقلة حضارية وعالمية.
احنا بنعيش اجواء فعلا هنا في الاقصر، بنعيش اجواء سياحيه لاول مره بنشوفها، بنشوف اجواء اقتصاديه واستثماريه، بنشوف عده مشروعات مطروحه للمستقبل تتعمل على ارض مصر. حقيقي في تعايش كبير بين الوفود العربيه والمصريه، واحنا عايشين كده بكل مشاعرنا واحاسيسنا مع الرغبه الاخوه الافارقه والعرب في الاستثمار في مصر. مشاهدينا الكرام في كل مكان، نشوفكم على خير ان شاء الله في الاسبوع القادم وجوله جديده وبرنامجنا سحر الوادي. شكرا والى اللقاء.